يا هلا ومرحبا بمتابعيني، واليوم راح اسوي لكم البامية العراقية. كل وحدة من عندنا اكيد تعرف تطبخ البامية وطريقتها شيء اكيد اطيب من الطرق اللي نسويها، بس هاي من يومياتي، هذه طبخاتي اليومية، فحبيت اليوم اشارككم هاي الطبخة وياكم. اللي دا تشوفوا قدامكم هي بامية وثوم، وهذا اللحم اني سالكته حضرته والمي مالته. هسه راح نبدي. اضيف عندي شوية زيت وابدي احمس اللحم ويا الباميه والثوم. هتستغربون هنا تقولون هاي الباميه، انا الباميه اللي هنا اللي عندي فريش تازه، يعني مو مجمده. هنا سبحان الله الباميه ما تنقطع نهائيا، يعني طول الوقت هي موجوده عندهم. مو مثل ما كنا بالعراق نضل نحير الباميه، نجمدها ونخليها بالفريز ونحير بالطرق هاي. الحير يا طريقه ويا طريقه حتى نضمها بالفريزر بشكل مرتب، بس هنا موجوده بكل وقت، موجوده الباميه. بعد ما حمس ادي اللحم والثوم سويه، راح اضيف هذه الباميه عليها، اخليهم تنحمس شويه ويا اللحم، اغطيهم في دقيقتين وبعدين اجي اضيف وراها تشريب ورا ما شويه تشوفون تغير لونها، تغير لونها الباميه شويه حمست. راح اخلي لها التشريب مالتها، اخلي هذا مي اللحم اللي طلع عندي من سلكته، اخلي شويه اسمن عندها اول شيء، اخليها تستوي وبعدين اكمل الطبخ مالتها شويه، مو هواي اسم هيجي اغطيها. بعد ما شويه استوت الباميه عندي، شوفوا هيجي صارت يعني مستويه، بس مو كلش مبروده، يعني مستويه حتى ما تنمرد بعدين بالطبخ الكامل. فهسه حتى احافظ على شكلها هذا ويبقى مثل ما هي، راح عندي شويه ليمونه، نص ليمونه هيك عصره خفيفه، عصره من الليمون حتى يبقى شكلها مثل ما هو وما تنمرد بالحمس. اضيف المعجون وابدي احمسهم سويه وياهم، واضيف بعدين وراها عصير الطماطة والتشريب اللحم اللي بقى عندي. هذا عصير الطماطة عندي كامل، اخليه عليها واخليها من شويه من التشريب. وتعقد راح اخلي هنا عندي فلفل حار، هاي حسب رغبتكم انتو، تريدون تضيفوا ما تضيفوا، بس هذا يعطي طعم بالمرقة كلش طيب. واتركها لحد ما على راحتها هي تتسبك. قبل ما تخلص المرقة عندي راح اسوي هنا تمن بسمتي، تمن ابيض بزل عادي. هسه بعد ما سلقت التمن وصفيته، هنا عندي شعرية، راح اضيف له شوية شعرية، نحب ويا البامية دائما تمن شعرية. احمسها شوية لحد ما يصير لونها ذهبي، اضيف لها شوية رشة ملح، واخلي لها هذا التشريب اللي زاد. خليها شوية تستوي، اذب عليها التمن. بعد كل من وطريقته، هي بيها هواية طرق، تمن شعرية، تمن يسووا تطبيق مو بزت. ما استوت الشعرية راح اضيف التمن اللي سالكته وخليهم يتهدرون سوية. هسه بعد ما كملت راح نبدي نثرد. ماكو بيت عراقي من يسوي البامية الا يسوي ثريد، ثريد دليمية. هاي البامية شوفوها شلونها خضر. وهاي غدانا خلص بهذا الشكل هذا اليوم. وسهمنا وسهمكم الف عافية يا ربي. اتمنى ينال اعجابكم، لا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، تضغطون على جرس التنبيهات حتى يجيكم كل شي جديد. في امان الله.